وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما. تعالوا نشاهد هذا المشهد للفنان عمرو عبد الجليل، وهو يحاول أن يشغل عسكري الحراسة بقصة أمه ماتت إزاي. اسمع كده، شوف. شد حيلك، ما تعملش في نفسك كده. هي ماتت في الاستبالية؟ يا ريت. ايوه، يعني كانت بتشتكي من ايه؟ كانت بتشتكي مني انا. هي ماتت ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لم أعرض هذا المشهد لمجرد الطرفة أو الضحك، وإنما لي مغزى من عرضه. الفنان عمرو عبد الجليل في هذا المشهد شغل عسكري الحراسة في حكاية طويلة جدا ومفاجآت مختلفة عشان يحكي له قصة. هو يريد أن يشغله ويبكي ان امه ماتت ويقول له ماتت ازاي؟ هي ماتت في الاستباليه لا، هي كانت بتشتكي من ايه؟ كانت بتشتكي مني ايه؟ مش عارف، اصل وهي بتعدي الطريق مش عارف ايه. قال له جت سياره خبطتها. لا يا خبر، دي حادثه وحشه. لا، ما جت سماح بقى في الوقت المناسب. فهي ماتت ازاي؟ يقول له اصل كانت بتنشر الغسيل وبتاع وقعت من فوق. لا، ما جت سماح في الوقت. كلام فارغ كله. يشغل الرجل ويشغل الحارس وبتاع. والحارس العسكري سيقتله الفضول يقتله علشان يعرف هي ماتت ازاي. للأسف الشديد كثير منا يقتله الفضول لينشغل بأمور لا ناقة له فيها ولا جمل. يعني هو العسكري، انت مالك؟ انت أمه ماتت ازاي؟ دي ليست قضيتك وليست من عملك. فكثير منا نحن مشغولون في هذه الأيام. السوشيال ميديا واليوتيوب وهذه الوسائل استطاعت أن تشغل الناس بالفعل حتى يقتلهم الفضول لكي يعرف هو اللاعب الفلاني اللي مات رحمه الله هو مات ازاي، وفلانة الفنانة هي ماتت ازاي. هو لاعب الكرة اللي كان في نادي ما اعرفش ايه، نادي كذا، لا اريد ان اذكر اسماء، تدهورت حالته وتوفي اخيرا. طب هو مات ازاي؟ اصل جاله سرطان. لا لا لا، ولا سرطان ولا حاجة. دي زوجته اتفقت مع الفنانة فلانة الفلانية لبيع كليته. وفي اصل ما تعرفش، اصل في وراهم شبكه لتجاره الاعضاء، وخدوا كليته باعوها لرجل خليجي وقبضوا كذا وادوا له كذا وعملوا كذا وورثوا. قال لا، طب هو مات ازاي؟ يعني مات بالسرطان ولا مات بالكده؟ لا، ما انت مش واخد بالك بقى. لا، ما الموضوع مش كده. اصل بنت مبارك مروه بنت مبارك. لا لا، استنى بقى، مين قال انها بنت مبارك؟ وندخل في قصه تانية. لا، ما علاء اخوها طلع، ومين قال ان اخوها؟ هو علاء طلع نفى وقال مش قال لا، اصلها كانت بتطالب. لا، ما هي مروه بنت مبارك طلبت بتحليل الدي ان ايه عشان تثبت نسبها من مبارك. دخلنا في قصص ومواويل. معلش، انت هتقولي ما انت بتتفرج اهو يا عم الشيخ وتقول لنا لا والله، وانا بقلب كده لكي اتابع الامور حتى اعلق على امر او ما الى ذلك مما اعلق عليه. انا اقول كل هذا الذي ذكرته لك من العناوين فقط، من العناوين كافية أن تذكر لك أشياء كثيرة. وبالفعل عندي ملل شديد أن أتابع مثل هذا، وعندي يعني غصة في حلقي. إيه القرف ده؟ إيه ده؟ وفي ناس بتقول لك إن ده يعني من باب بص العصفورة، وناس بتقول لك إن دوت لشغل الناس عن دينهم، وناس بتقول لك هذه كلها وسائل شيطانية وحيل شيطانية. وبالفعل وراء كل هذا شياطين الإنس والجن ليشغلونا عن ديننا. فشيء غريب جدا. ما الذي نستفيده؟ ما الذي يعود علينا؟ أنت عندك فضول شديد أن تعرف القصة من أولها إلى آخرها. هو لازم يعني هل يعني يلزمك شرعا أن تعرف كل شيء يدور حولك؟ هناك أشياء كثيرة لا يلزمنا معرفتها ولا يفيدنا معرفتها.
والله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذلك تلاقي وتجدني أنا لم أذكر أسماء هنا غير الفنان عمرو عبد الجليل في هذا المشهد، لكن لم أذكر أقول اللاعب كان اسمه كذا، ولا زوجته كانت فلانة، ولا الفنانة اللي اشتركت في جريمة، يعني كما يقولون. حتى أنا لا أثبت شيئا ولا أريد أن أورط نفسي في شيء، حكايات تحكى وأشياء بعضها يعني حقيقي وبعضها غير حقيقي، ويعني يمكن قبولها ويمكن عدم قبولها، لكن فيها اتهامات وفيها إشاعة فواحش وفيها يعني إشاعات وفيها خوض في أعراض الناس وفيها أمور كثيرة جدا. طبعا ليس هناك دخان من غير نار كما يقولون، لكن ماذا يفيدنا هذا؟ تقول لي عشان نعرف بس الواقع. يكفيك شوف، أنا عرفت الواقع من مجرد فقط العناوين كده دون أن أخوض في، يعني يكفيك لمعرفة الواقع ومعرفة ما يدور حولك مجرد بس كده، يعني ما أنت على الهامش بتقلب كده، شفت عنوان كده، شفت، أنت فاهم. لا يلزمك أن تحقق. الواقع مليء بالفساد واضح جدا، يعني مش محتاجة أن أنت تقرأ وتدرس وتسمع فيديوهات كثيرة جدا لكي تصدق أن الواقع مليء بالفساد. خايف على أولادك من حد يخطف ابنك، يخطف بنتك، احذر. مش محتاجة ان انت تقرأ قصص كتيرة، كل ده حاصل وطافح به الكيل، ويعني سمعنا فيه كثيرا، فلا يلزمنا يعني احنا سمعنا وعرفنا ويكفينا قصة او اتنين لنعرف ان هناك من يسرق الاطفال ويسرق اعضاءهم، وان هناك من يسرق البنات وتحدث حوادث اغتصاب، وهناك كذا من يخدر البنات، وهناك الى اخره. كل هذا سمعناه، لكن لا يلزمنا، الذي اتحدث عنه لا يلزمنا ان نعرف هو الفنان الفلاني مات ازاي، هي فلانة ماتت ازاي، هو مين اللي عمل لها مش عارف ايه، هو باعوا كليته لمين، هو مين اللي خد هو قبضه كام، هو تفاصيل. هذه التفاصيل لماذا؟ يعني ما الذي يعود عليك من وراء هذا اللغو كله؟ يا جماعة ارحموا أنفسكم، ارحموا أنفسكم بقى قاطعوا هذا اللغو. هذا اللغو مراد لصدكم عن سبيل الله عز وجل. ماذا يبقى لكم بعد هذا اللغو؟ للتسبيح والاستغفار وتلاوة القرآن. نسأل الله العافية. شغلونا وضيعوا ديننا وضيعوا أعمالنا الصالحة وضيعوا ذكرنا لله عز وجل وضيعوا تسبيحنا، ضيعوا الفرصات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني أنت بتبيع وقتك اللي هو رأس مالك في تجارتك مع الله، تبيعه بغبن برخص. وقتك هذا هو رأس مالك في تجارتك مع الله عز وجل. لن تستطيع أن تسبح إلا إذا كان عندك وقت، لن تستطيع أن تصلي إلا إذا كان عندك وقت، لن تستطيع أن تتلو القرآن إلا إذا كان عندك وقت، لن تستطيع أن تبر والديك وأن تصل رحمك إلا إذا كان عندك وقت، لن تستطيع أن تعمل وتكتسب وتتصدق وتنفق على أهلك إلا إذا كان عندك وقت. فلماذا نهدر الأوقات فيما لا يفيد وفيما يشغل قلوبنا؟ الله عز وجل يقول: قد أفلح المؤمنون. من هم يا رب؟ قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون. كيف يكون الخشوع يا رب؟ قال: والذين هم عن اللغو معرضون. يكون الخشوع في الصلاة بالإعراض عن اللغو، واللغو كل ما لا فائدة فيه وكل ما لا يعود عليك بنفع أو فائدة. نسأل الله تعالى الهداية ونسأل الله العفو والعافية. قولوا قولي هذا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما.